السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أهم فيديو بالنسبة لي أنا على القناة يا سادة محترمين، وأرجو كمان إن حضراتكم تهتموا بالفيديو ده محصول القمح اللي حضراتكم شايفينه، ولكن آخر ما تم تطويره مع بعض الفلاحين الأندال اللي هم حسبي الله ونعم الوكيل. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده جزء بسيط جدا بتاكله العصافير والطيور. يعني ربنا جعل لهم رزقهم كده في الزرع ده، يعني وممكن بسبب اللي بيتاكل من العصافير ده ان ربنا يبارك في المحصول. ولكن اخر ما تم وصوله من احقر واقذر الفلاحين، ولكن البعض منهم مش الكل، اني بيشتري مبيدات سامة وبيرشها مش للديدان ولكن بيرشها ايضا للطيور والعصافير. العصافير والطيور بتبدأ تنزل على القمح زي كده وبتبدأ تاكل منه وبيموت عدد كبير جدا. فحسبي الله ونعم الوكيل. وطبعا انا هنا مش هناشد وزارة الزراعة، ولكن انا هنا هناشد اصحاب الضمائر الحية ان ربنا جعل لها رزقها في المحصول بتاعك ده، وربنا هيبارك وهيعوض اكتر من اللي كلته بكتير. ولكن حضرتك تيجي تشتري مبيدات سامة للطيور من اجل انها كلت جزء بسيط من القمح زي كده، ما هو ده كمان رزقها اللي ربنا رزقها بيه زي ما رزقك انت بالظبط. فلله الامر من قبل ومن بعد. شيرونا الفيديو ده يا ساده محترمين، عشان جزء كبير من الفلاحين ومن الناس اللي هي المزارعين بدأوا يستغلوا المبيدات السامة دي. ودي مبيدات تقريبا نازلة جديد، احنا ما شفناهاش قبل كده ولا سمعنا عنها قبل كده، ولكن بتعلنها احد المزارعين واحد الفلاحين بيعرضوها على بعضهم على اساس ان هم بيكافئوا بعض يعني، ولكن هم بيشيلوا الوزر البعض. مع كامل احترام وتقدير لحضراتكم جميعا، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.